أهلا يا أصحابي، ودلوقتي معادنا مع حكاية جديدة من حكايات نونو. حكايتنا النهاردة عن محمد، الولد اللي دايما مستعجل وبيحب يعمل كل حاجة بسرعة. بيحب يلعب كتير وعقله دايما مشغول بفكرة أنا لازم أخلص بسرعة عشان أروح ألعب أكتر. ساعات الاستعجال ده بيخلي محمد يقع في مشاكل صغيرة. بس النهاردة هنعرف إزاي محمد هيتعلم الصبر، وإزاي الصبر ده ساعده إن هو ينجح أكتر ويركز أكتر. محمد ولينا أصحاب في المدرسة وكمان في نفس الفصل. في يوم شافوا إعلان في المدرسة عن مسابقة للي هيعمل أحسن مجسم بالكرتون. المسابقة دي كانت تحدي كبير، واللي هيكسب فيها هياخد جايزة كبيرة. محمد قال بسرعة أنا اللي هخلص بسرعة وأنا اللي هكسب الجايزة. لينا ردت بهدوء وقالت له المهم إن احنا نشتغل صح يا محمد، مش بس نشتغل بسرعة. بدأت المسابقة ولينا كانت بتشتغل بهدوء، بتلزق قطع الكرتون واحدة واحدة بالراحة. أما بقى محمد استعجل وقعد يلزق القطع بسرعة من غير ما يركز كويس، وفجأة المجسم بتاع محمد وقع واتكسر والورق بقى في كل حتة. محمد زعل جدا وقال ليه بس أنا كنت عايز أخلص بسرعة. لينا ابتسمت وقالت له الصبر يا محمد، الصبر بيساعدنا إن احنا ننجح ونخلص شغلنا صح. المس شافت مجسم لينا وقالت الفايزة هي لينا عشان كانت صبورة واشتغلت بهدوء وتركيز. محمد بقى وقت ساعتها اتعلم درس مهم قوي وقال أنا فعلا كان لازم أصبر، الصبر مش بس بطء، ده كمان طريق للنجاح. ومن وقتها محمد بقى يحاول إن هو يكون أهدى، وتعلم إن الصبر هو سر النجاح. ايه رأيكم بقى في الحدوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حكاياتنا ومغامراتنا. باي باي يا أصحابي.